إنه كل كفوف الحياة جاية عشاننا، كل ألم الحياة جاي عشان نحن نفوق ونستيقظ ونخرج من دائرة التشكي، وليه فلان سوى زي كده وأنا مظلومة وأنا مسكينة وأنا ما عندي وأنا ما أقدر وأنا يعني الدائرة هذه اللي ما حد يستفيد منها. شعورا إني أنا ضحية وإني أنا مسكينة وإني أنا حرمة مكسورة أو أنا رجل ضعيف وأنا ما عندي وأنا فقير عشان كده الناس يظلموني عشان أنا ما عندي أحد بظهري. لا حبيبي، إذا أنت ما عندك علاقة بالله، الله سبحانه وتعالى يرسل لك الناس اللي يعلموك إنك ترجع إلى الله، يرسل لك الناس اللي يأدبوك إنه أنت المشكلة حياتك، المشكلة الحقيقية والأذى الحقيقي جاي منك أنت، من عند أنفسكم، من عند أنفسكم. إذا أنتم ما تعلمتوا الدرس في المواقف الآن ورجعتوا لله وسألتوا الله الإرشاد والهداية، متى حتسألوا؟ متى حتتعلموا؟ تبغوا كف ثاني؟ تبغوا ألم ثاني؟ تبغى أحد يوجعك وجعة أكبر؟ اللي تيجي تشتكي وتيجي ترسل لي هنا في هذا، والله زوجي ما يحبني، والله سلفاتي يغاروا مني، والله أم زوجي نرجسية وأمي متسلطة وبنات خالي يغاروا مني وبنات. يا أمي هذا جاي عشان يفوقك، هذا كف جاي يصحيكي. إذا أنتي ما فهمتي الدرس حيجيكي كف أوجع منه ويجيكي مصيبة أكبر منها. إيش تبغي؟ إيش تبغي أكثر من كده؟ فقدت صحتك، فقدت عملك، ما صار عندك علاقات جيدة، ما خليتي أحد إلا ضاربتي معه، ما خليتي أحد إلا حسبي الله ونعم الوكيل، ما خليتي أحد إلا قاعد حسبتي عليه وسبيتي ولعنتي وشتمتي. طيب وبعدين خلصتي؟ فرغتي هذه يعني الطاقة الشيطانية اللي جواكي انك انت تلومي الاخرين على حياتك المزرية؟ خلصت من شعور انك انت مسكينة وهم استغلوني، هو استغل طيبتي وانا طيبة، الناس كلهم يقولوا انا طيبة. لا، انت هبلة مش طيبة. انا اسفة، انا اديك على راسك عشان اباك تفوقي يا بنتي يا اختي يا امي، اباك تفوقي. هذه مش طيبة، هذه غفلة. انت في غفلة عن ذكر الله. انت الشيطان اللي بيلعب عليكي بيقول لك انك مسكينة وانك طيبة وانك اعطيتي واعطيتي واعطيتي. الله سبحانه وتعالى ما امرك بذلك. الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم. انا عندي مشاكل وكلنا متعطلين واهلي يعني سبحان الله كلهم ما يحبوني وكل ما نتعالج ننتكس. ما تتكلمي بصيغة الجمع في مصايب حياتك. ما تقولي بيتي كله متدمر وزوجي ما يحبني او لا 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 لا. انت كيف مع الله؟ انت وينك؟ لازم تخرجي الباب اللي الله